الدوري المصري هتحقق خساره مش هتحقق ارباح بسبب ما فيش جماهير كمان. لا بالظبط كده بالظبط، ما ده اللي انا بقوله. انت خدت 20,000 من الزمالك في ماتش للزمالك، خدت 20,000 من الاهلي، غير بقى الجمهور اللي انت بتجيبه، غير ال 2000 3 اللي انت بتجيبهم بالفان اي دي. ده اقتراح هيعمل انكم، دخل للانديه، وبالتالي هيقدر يصرف على اللعيبه، لان اللعيبه في لعيبه وهميه، لعيبه وهميه. يعني انا لو انت لو قلت لي في المنتخب انت كياسر لعبت كوره وهميه، يعني ايه؟ معنى ايه؟ انا ما بحبش علي جبر ده يلعب منتخب. على اي اساس علي جبر ده يلعب منتخب؟ يعني ده مش شايف انه اساس لا وجوده سليم طبعا يعني. ولا علي جبر ومحمد هاني كارثه. انا افتكرته وهميه جميله. لا وهميه، لا وهميه انا بقول خرافيه بقى، دي حاجه ثانيه. لكن وهميه يعني انا علي جبر ما بستريحلوش لما يجي يلعب في المنتخب. ربنا يشفي الونش يا رب واحمد حجازي، لكن علي جبر ده كارثي. انا لعبت كوره وعارف بقول لك ايه، ده كارثه، ده بيلعب غلط. مروان عطيه بعد ما رجع ضايع، بيلعب كل كوره ورا ورا ورا، يعني كوره قدام احنا نعرف. ولذلك لما يجي حد بيسالني مين احسن لعيب في تاريخ مصر بيلعب على ال 18 اللي انا بعجب بيه، طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب، وكان محمد مشاري بتاع المصري اللي بيروحوا كده على ال 18. كشري كمان كان احمد كشري. اللعيبه اللي بتروح على ال 18 هي دي الكوره. محمد صلاح طبعا مع ليفربول. اللعيبه اللي بتروح على ال 18 كريستيانو رونالدو ميسي، دي اللعيبه اللي ليها الكوره دايما قدام، الكوره جوان على راي الكابتن. كابتن مين اللي بيقول الكوره جوان؟ كل الناس بتقول الكابتن لطيف وكله يقول لك الكوره جوان. فكره القدم لا تلعب للخلف، طيب للامام. خليني اسالك برضو على فرقنا المصريه بقى، عشان يعني احنا وقتنا قرب جدا. فرقنا المصريه مشاركه في البطولات الافريقيه، بنتكلم على الكونفدراليه ودوري الابطال، بنتكلم على اهلي وزمالك، بنتكلم على فيوتشر، بنتكلم على بيراميدز. نبتدي بايه؟ نبتدي باولهم لقاء الاهلي امام الديامه يوم السبت 25. مباراه مش عايز اقول خارج المنافسه. انا بس عشان اختصارا للموضوع انا بقول لحضرتك ان النادي الاهلي ونادي الزمالك وبيراميدز، هو بيراميدز اولهم على فكره، وبيراميدز طبعا الجمعه. انا بقول لك ان الفرق دي هتتجاوز هذه المرحله في دوري المجموعات. الزمالك عشان العين كلها تركيز على الزمالك كويس. الزمالك افريقيا افضل من المحلي ان شاء الله، يعني هيقدر زي المباراه الاخيره والانجاز اللي عمله. انا اعتقد كده. وعايز اقول لحضرتك كمان اللي ما عايز اقول لك مصر وجيبوتي وسيراليون المجموعه جميله جدا في اطار، بنتكلم في اطار افريقيا. ان المجموعه كويسه، وانا متوقع ان شاء الله مصر هي اللي هتحقق، مش هقول العلامه الكامله، لكن انت لما تفوز على بوركينا في مارس الجاي العلامه الكامله ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. اتمنى طبعا بس انا واقعي مش رومانسي، فطبعا لا العلامه الكامله والواقعيه ان شاء الله ان شاء الله. مع بوركينا فاسو طبعا اللي هي دي، وبعدين غينيا بيساو اللي هي العوده. هيبقى انت قطعت شوط كبير جدا. يعني اثيوبيا مش بره وبتلعب بعند صحيح واصرار، لكن نقدر احنا نتغلب عليها، ونقدر ان شاء الله اللعيبه دي تقدر تعمل حاجه ليهم بصفه خاصه. وخاصه كمان كاس الامم الافريقيه مع محمد صلاح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ ياسر تهامي، شرفتنا ونورتنا في هذا اللقاء. شكرا لحضرتك وكل الساده المشاهدين، يا رب يكون الفقره عجبتكم. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لينا حلقه اليوم من اصداء الملاعب. اكيد هيتجدد اللقاء اليومي مع حضراتكم غدا، وتقام مع جديد.